أنا مريم محمد إبراهيم، أنا خريجة الجامعة المصرية الروسية، الميجر بتاعي business analytics. أنا خلال ما أنا كنت بدرس في الجامعة نزلت training في كذا مكان زي مثلا ال CIB وال ITI. دخلت تراك business intelligence، قدمت في ماشين في تراك الداتا ساينس بحيث إن أنا أتعلم الداتا، الأساسيات الداتا أكتر وأفهمها بشكل كويس. فاتعلمت في ماشين الداتا cleaning عموما والداتا pre processing. بعد كده اتعلمت ال ADA. بعد كده اتعلمت المودلز. استخدمنا مودلز كتيرة جدا، وخلال ما على يعني طول التراك أو كده عملت كذا assignment وكذا project، وفي مشاكل كتير كانت بتواجهتني. كنت بشوف ازاي ان انا ممكن احل مشاكل زي دي. المشروع بتاعي كان عن التليكوم كاستمر بريدكشن. الهدف من البروجكت بتاعي كنت ان انا عايزه اعمل بريدكشن اذا كان الكاستمر ده هو تشورن ولا لا. استخدمت فيه مودلز كتيره زي الراندوم فورست، الاكس جي بوست. عملت هايبر بارامتر تيوننج. بعدها بدات ان انا ظهرت لي مشاكل كتير في الداتا زي الداتا امبالانس، فبدات ان انا اشوف هحل المشكله دي ازاي. فبدات ان انا اطبق السموث، وبعد كده بدات اشوف المودلز او كده اللي بعد كده بعد ما طبقت الهايبر بارامتر تيوننج طلعت لي اكيورسي احسن بكتير من قبل ما اعمل هايبر بارامتر تيوننج وقبل ما اعمل سموث. والاكيورسي بالنسبه لي كانت كويسه. وعملت مودلز كتيره تساعدني ان انا ابريدكت اذا كان الكاستمر ده هو تشورن ولا لا بالنسبه للداتا اللي انا كنت شغاله عليها. ومن اكتر حاجات بتميزني ان انا بتعلم بسرعه وبحب اواجه التحديات لان هي بتخليني ان انا اطور من نفسي. وانا دلوقتي حاطه تركيزي ان انا اكون اضافه قويه لاي تيم هشتغل معاه. شكرا لماشين وشكرا لمنصه سيلكت.